عبقرية كولر وخبرات لعيبة الأهلي هما الاتنين بيعملوا ميكس مع بعض علشان يفوزوا على الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. بداية المباراة اللي كان فريق الرجاء مستحوذ وعامل هجمات خطيرة على مرمى الشناوي، ولكن بعد كده جمجمة وعبقرية كولر وخبرات لعيبة الأهلي بدأوا إن هما يخشوا في الجيم مع ضغط جمهوري قوي ودعم قوي في استاد القاهرة علشان ينتهي الشوط الأولاني بهدف محمد عبد المنعم بالتخصص، وندخل بقى للشوط الثاني والأهلي اللي بياخد الهدف كداعم ليه ويقدر يستحوذ ويلعب براحته ويمشي رتم المباراه على مزاجه علشان عبقريه كولر تشتغل تاني، ونشوف التغييرات والطريقه المعتاده في تزويد الخط الهجومي بمهاجم تاني وهو حمدي فتحي اللي بيلعب كتاني مهاجم، سواء كهربا موجود او شريف، ولكن كهربا بيخرج وشريف بينزل، ولكن حمدي فتحي بينجح في احراز الهدف الثاني علشان الاهلي يضع قدميه بشكل قوي جدا في السيمي فاينال. ولكن كلنا عارفين ان كره القدم مجنونه ومشتعله، ممكن الرجاء يعمل رومنتادا ولا عبقريه كولر